أثناء حياة يوسف عليه السلام بمصر، كان الهكسوس يحتلون مصر وهم من يحكمون شعبها. وقبل وفاته أوصى أهله من بني إسرائيل بالتمسك بعبادة الله وحده، وبأن يصدقوا في قولهم ويعدلوا في أحكامهم، وبشرهم بأن رسولا سيأتي منهم بعد فترة من الزمن. وبعد وفاته عاد سكان مصر إلى ضلالهم وشركهم. أما أبناء إسرائيل فقد اختلطوا بالمجتمع المصري، فضل منهم من ضل، وبقي على التوحيد من بقي. وبعد 4 قرون تكاثر بنو إسرائيل وتزايد عددهم، واشتغلوا في العديد من الحرف، وكانوا يساندون الهكسوس على المصريين أصحاب الأرض، فكرههم المصريون، ولكنهم لم يستطيعوا إظهار هذا الكره خوفا من انتقام الهكسوس. ظل هذا الحال كما هو حتى استطاع أحمس طرد الهكسوس وتحرير مصر من طغيانهم. ثم حكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه، وعندما رأى هذا الملك بني إسرائيل يتكاثرون، أصدر بعض القوانين تجعل بني إسرائيل عبيدا، وليس من حقهم مغادرة مصر، انتقاما منهم لمساندتهم للهكسوس أيام احتلالهم لمصر. وفي أحد الأيام رأى هذا الملك أو الفرعون في منامه بأن نارا تأتي من بيت المقدس تلتهمه في مصر، وقد فسر له الكهنة هذه الرؤيا بأن واحدا من بني إسرائيل سيسقطه عن عرشه. فأصدر الفرعون قرارا بأن يقتل أي وليد ذكر من بني إسرائيل، إلا أن مستشاري فرعون وضحوا له بأن هذا القرار سيؤدي إلى فناء بني إسرائيل، والأفضل أن يذبحوا الذكور في عام ويتركونهم في العام الذي يليه. وقد وجد فرعون أن هذا الحل هو الأسلم. فلما جاء العام الذي يقتل فيه الغلمان، ولد موسى عليه السلام، فخافت عليه أمه من القتل وأرضعته في السر. ثم جاءت عليها ليلة مباركة أوحى الله إليها فيها بصنع صندوق صغير لموسى، ثم إرضاعه ووضعه في الصندوق وإلقائه في النهر. ففعلت رغم تألمها، لأنها تعلم أن الله أرحم بموسى منها. وأوصت أخته بمتابعة الصندوق حتى تعرف أين مرساه. لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره للنيل أن يحمل موسى برفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون. في هذا الوقت عادت أخت موسى وأخبرت أمها بمكان توقف الصندوق، وعندما ذهبت الجواري ليملأن الجرار من النهر وجدنا الصندوق، فحملنه إلى آسيا زوجة فرعون المؤمنة الرحيمة، والتي كانت لا تلد وتتمنى أن يكون لها ولد. أمرت آسيا الجواري بفتح الصندوق، وعندما رأت موسى بداخله أحست بحبه في قلبها، فحملته من الصندوق فاستيقظ، ولأنه كان جائعا بكى. ثم ذهبت آسيا إلى فرعون وهي تحمل موسى بيدها، فسأل من أين جاء هذا الرضيع، فحدثوه بأمر الصندوق، فقال بقلب لا يعرف الرحمة: لابد أنه أحد أطفال بني إسرائيل، أليس المفروض أن يقتل أطفال هذه السنة؟ فذكرت آسيا زوجها بعدم قدرتهم على الإنجاب، وطلبت منه أن يسمح لها بتربيته، فسمح لها بذلك. سمح فرعون لزوجته بتربية موسى في قصره. حضرت مرضعة من القصر وأخذت موسى لترضعه، فرفض أن يرضع منها. فحضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة، وموسى يبكي ولا يريد أن يرضع. فحزنت زوجة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل، كما حزنت أم موسى، حيث شعرت بأن قلبها فارغ، وكادت تذهب لقصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها، وليكن ما يكون، لولا أن الله تعالى ربط على قلبها، فهدأت وتركت أمر ابنها لله، وقالت لأخته: اذهبي إلى المدينة وحاولي أن تعرفي ماذا حدث لموسى. ذهبت أخت موسى بهدوء إلى الجوار قصر فرعون، وسمعت القصة الكاملة، فقالت لحرس فرعون: هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه
ويهتمون بأمره. ففرحت زوجة فرعون وطلبت منها أن تحضر المرضعة في الحال، فحضرت أمه وأرضعته. وتهللت زوجة فرعون وقالت: خذي الطفل حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها. وبعد أن أتمت أم موسى رضاعته سلمته لبيت فرعون ليتربى بحفظ الله وعنايته. كبر موسى في بيت فرعون، وكان يعلم أنه ليس ابنا لفرعون بل واحد من بني إسرائيل. وكبر موسى وبلغ أشده، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلا من أتباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل، واستغاث به الرجل الضعيف، وكان موسى قويا جدا، فتدخل وأزاح بيده الرجل المصري الظالم فقتله بدون قصد منه. فقال لنفسه: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم دعا ربه وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله تعالى له. فوعد موسى ربه بأن لا يكون ظهيرا للمجرمين. وفي اليوم التالي فوجئ موسى أثناء سيره بنفس الرجل الذي أنقذه بالأمس يناديه، وكان مشتبكا في عراك مع أحد المصريين. فأدرك موسى بأن هذا الرجل الذي من بني إسرائيل مشاغب، فصرخ موسى فيه قائلا: إنك لغوي مبين. ثم اندفع يريد البطش بالمصري، فاعتقد الذي من بني إسرائيل أن موسى سيبطش به، فذكره بالمصري الذي قتله بالأمس. فتوقف موسى وذهب عنه الغضب، وتذكر أنه استغفر وتاب ووعد الله بأن لا يكون نصيرا للمجرمين، واستدار عائدا. فأدرك المصري الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي أن موسى هو قاتل المصري الذي عثروا على جثته بالأمس، فنشر الخبر في أرجاء المدينة، وانكشف سر موسى. فجاء رجل مصري من أقصى المدينة مسرعا، ونصح موسى بالخروج من مصر لأن المصريين ينوون قتله. خرج موسى من مصر خائفا، وظل يسير حتى وصل إلى مدين، وجلس يرتاح تحت شجرة وعند بئر يسقي الناس منها دوابهم. ولاحظ موسى جماعة من الرعاة يسقون غنمهم، ووجد امرأتين تكفان غنمهما أن يختلطا بغنم القوم، فتقدم منهما وعلم أنهما لا تسقيان حتى ينتهي الرعاة من سقي غنمهم. فسقى موسى لهما الغنم، ثم تركهما وعاد يجلس تحت ظل الشجرة، ونادى ربه في قلبه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد قليل عادت واحدة من الفتاتين إلى موسى وقالت له: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا. فنهض موسى وبصره في الأرض، وسارت البنت أمامه، فهبت الرياح فضربت ثوبها، فخفض موسى بصره حياء وقال لها: سأسير أنا أمامك، ونبهيني أنت إلى الطريق. وظل أمامها حتى وصل إلى الشيخ، فحدثه موسى عن قصته، فقال الشيخ: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم قال له: أريد يا موسى أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في رعي الغنم عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 سنوات فمن كرمك. فوافق موسى، وبعد أن نفذ الاتفاق قرر العودة بأهله إلى مصر. بعد أن تحدد يوم الزينة للقاء السحرة وموسى، بدأت دعوة الناس للتجمع ليشاهدوا فوز السحرة على موسى. وفي ساحة المواجهة والناس مجتمعون وفرعون ينظر، حضر موسى وحضر السحرة، وفي أيديهم كل ما أتقنوه من السحر والألعاب والحيل. ورمى السحرة عصيهم وحبالهم، وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فإذا المكان يمتلئ فجأة بالثعابين، فنظر موسى إلى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف، فقال الله له: لا تخف، وألق ما في يمينك وستهزمهم. اطمأن موسى وألقى عصاه،